مع أكثر من 40 مليون مشاهدة، هكذا وثقت الشابة اللبنانية جيسيكا طويل لحظة استثنائية تمكنت فيها من المشي على أقدامها بعد 10 سنوات من إصابتها بالشلل بمساعدة الروبوت المساعد للمشي. ظهرت جيسيكا في الفيديو وهي تتقدم بخطوات مترددة يملأها الخوف والدهشة، تصرخ في كل خطوة وكأنها لا تصدق أن جسدها يتحرك مجدداً، حيث تعود قصة جيسيكا إلى ما يقارب عقداً من الزمن حين تعرضت للخطف أثناء إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال عملية الاختطاف تعرض الخاطفون لحادث سير مروع أدى إلى وفاتهم، بينما نجت جيسيكا من الموت لكن عمودها الفقري تعرض لإصابة بالغة وأصيبت بالشلل. منذ ذلك اليوم بدأت رحلتها الطويلة مع الألم والأمل، 10 سنوات من العلاج الطبيعي والتنقل بواسطة الكرسي المتحرك، حتى أتيحت لها مؤخراً فرصة تجربة جهاز حديث يدعم الحركة للأشخاص المصابين بالشلل.